السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا بخير في أفضل حال وفي صحة جيدة. الدول المغربي حكيم زياش لن يوافق البعثة ديال الوداد الرياضي إلى الكونغو الديمقراطي. هذا القرار اتخذه المدرب ديال الوداد الرياضي اللي هو بن هاشم، اللي ما بغاش يغامر بحكيم زياش، ملعب اللي عشبه اصطناعي والعشب مستلم من الدرجة الرابعة، وكذلك ما بغاش يغامر بزياش في مباراة اللي شكلية، لأن الوداد بنسبة ديال 90% متأهل لدور الربع النهائي من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية. عارفين بأن حكيم زياش لاعب اللي زجاجي، لاعب اللي كيتصاب بسرعة. شفناه تصاب مع تشيلسي وغاب مدة اللي طويلة، كذلك تصاب مع جالتا ساراي التركي وغاب واحد المدة اللي طويلة، وكذلك مع الدحيل القطري. والدحيل القطري ما بغاوش يجددوا معاه، وبقى واحد فترة طويلة بدون نادي، عاد تعاقدت معاه الوداد. حكيم زياش يقدر يتصاب اي لحظه. حكيم زياش تراجع المستوى ديالو بسبب الاصابات، بسبب كثره الاصابات. شفنا المستوى ديالو مع الوداد ضد منيمه في الدار البيضاء، مستوى كان ضعيف، ضعيف يقدر ضعيف الى متوسط. حكيم زياش اللي كان مع المنتخب الوطني نشوفوا حكيم زياش اللي حاليا مع الوداد. ننتقلوا للمباريات ديال الفرق المغربيه المشاركه في المنافسات القاريه. نهض بركان عندها مباراه غدا ضد بيراميدز المصري على الساعه 5 بتوقيت المغرب، على الساعه 4 بتوقيت غرينتش. نهض بركان خاصها تنتصر في هذه المباراه باش تكون في الصداره، لان الصداره تعني انك غادي تستقبل بالربع النهائي المباراه ديال الاياب في بلادك. الجيش الملكي الحظوظ ديالو بين يديه، غادي يخوض اليوم مباراه ضد شباب القبائل. الى انتصر ضد شباب القبائل ضد يونغ افريكانز التنزاني بنسبه كبيره الى دور الربع النهائي. بالنسبه للاولمبيك اسفي والوداد، الوداد حسب بنسبه كبيره التاهل ديال دور الربع النهائي. بالنسبه للاولمبيك اسفي بنسبة ديال 80% متأهل لدور الربع النهائي من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية. الوداد وأسفي وبركان غادي يلعبوا غدا. الجيش الملكي تلعب غدا اليوم إن شاء الله على الساعة 8 بتوقيت المغرب، وعلى الساعة 7 بتوقيت غرينتش. بالتوفيق للفرق المغربية المشاركة قاريا. هذا الموسم مشاركة اللي مشرفة لحد الآن. بربع هاد الفروق ممكن يتأهلوا لدور الربع النهائي من المنافسة القارية. نعتبر كان بالنسبة ديال 80 إلى 90% غادي يتأهل، الجيش الملكي 60%، الوداد 90%، وأسفي نسبة ديال 80 إلى 85%. ولكن خذوها مني غادي يتأهلوا إن شاء الله هاد الثلاثة، نعتبر كان والوداد وأسفي غيتأهلوا بنسبة كبيرة. الجيش الملكي اللي في الشك، اما الوداد بركان وكذلك اسفي ان شاء الله غادي يتاهلوا، وان شاء الله حتى الجيش الملكي يتاهل، ولكن الحظوظ ديالو ضئيله، خاصه ان المباراه الاخيره عنده مع الاهلي المصري. ولكن بالتوفيق للجيش الملكي وكذلك للوداد واسفي ونهضه بركان. نهضه بركان عندها مباراه اللي صعيبه ضد بيراميدز المصري وفي مصر، اللي هو بيراميدز المصري هو البطل. بيراميدز المصري اللي عنده لاعبين كيلعب مع المنتخب المصري، مع كونغو الديمقراطيه، مع المنتخب الوطني. لهذا مباراه غادي تكون صعيبه على نهضه بركان. خاص اللاعبين ديال النهضه الرياضي البركاني يكونوا مركزين، خاصه في محور الدفاع وخط وسط الميدان. الا تحكمنا في خط وسط الميدان اكيد غننتصروا، والا ما تحكمناش في خط وسط الميدان غيتصعب علينا المباراه. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمه الله